ناس كتير قبل كده. طب قول اللي عايز تقول. تقول. انا انتقدت حسام المره اللي فاتت عند مهيب هنا، قلت له دايما في الاربع سنين مدتك جوه بيتك، لكن بعد الاربع سنين اوعى تقول النهارده مثلا حسام غالي لولا ان هو مش في قائمه الكابتن خطيب ما كانش نجح. عشان النهارده انا جايبني نجحني معاك عشان ابصم عليك اللي تقول امشيه حاضر طبعا. لا 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 واخد بالك بعد الاربع سنين هو ياسين بيه منصور هيبصم يا فندم يا جماعه الكلام ده يا فندم بقول لك ايه بعد الاربع سنين ثواني سيب يا عم يا كابتن بعد الاربع سنين لا ما فيش الكلام ده بعد الاربع والله سنين الكلام ده بعد الاربع سنين انا بعد الاربع سنين ادي تقرير للناس ادت صوتها لحسام غالي واسلام الشاطر حقهم عليا، عشان قبل الانتخابات بروح اقول له انتخبني ثواني انتخبني عشان اعمل 1 2 3 4 عايز ايه؟ تمام. ان لازم يدي بعد المده. خلاص انا حسام انتقدته، بس انا دلوقتي ما بنتقدوش ليه؟ لان المده طلعت في الاخر، لكن اثناء الاربع سنين جوه بيتك على الترابيزه قول اللي انت عايز. ثواني يا اسلام بس ثواني، قول اللي انت عايزه على الترابيزه. حلو. بعد الاربع سنين الناس اللي انتخبتك وعلمت على حسام غالي زي علمت على العمري فاروق غصبا عن القايمه، وعلمت على طاهر ابو زيد غصبا عن القايمه، انا لازم اقول للناس انا الاربع سنين انتخبتني فيهم لازم اقول ايه، وده موجود فين؟ رئيس الوزراء بيعمل حساب ختامي لمجلس الشعب في نهايه الدوره بيقول انا عملت 1 2 3 4. لا كابتن معلش لا يا مهيب حقه انه يطلع يقول الاربع سنين، يطلع يقول حقه يقول للناس اللي انتخبتني يا كابتن. ايوه الله ينور عليك. ايوه ما هو مش في التوقيت ده. انا اختلفت على التوقيت، ما انا قلت لك وانا انتقدته، ما انا قلت لك يا مهيب بعد الاربع سنين لا حق لا حقه اتقال. ايوه صح حقه اتقال وحقه يتقال. طب ما كل النهارده كل الانجازات ناس بيحكوا مشاكلهم مع صالح سليم. يا كابتن احمد بص كل الانجازات لمجلس اداره النادي الاهلي لفتره الاربع سنين، اي انجازات يعني هي محسوبه لحسام غالي. يعني ايه؟ يعني افتتاح فرع او مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ايوه ماشي، انا بتكلم على النهارده. فانا ما ينفعش انت بتتكلم لا لو سمحت لا النهارده لما الناس بتنتخبني ما علمتش على بتكتب الخطيب وحسام غالي، لا ده علمت على حسام غالي لوحده. واحنا عندنا تجارب، طاهر ابو زيد نجح بدون قايمه وعمري فاروق نجح بدون قايمه. ده دلاله على وعي الجمعيه العموميه في النهارده لو موضوع قوايم خلاص خد بقى قوايم وكل واحد خلاص ده دلاله على وعي الجمعيه العموميه. انتوا كلكم جايين بقايمه انا عارف. ايه المشكله؟ ايوه ماشي، ما في ناس دخلت. ايه المشكله بعد الاربع سنين هقول للناس؟ لكن انا اي مشكله عندي بقولها جوه بيتي. لا يا كابتن انا مره انتقدت واحنا قاعدين بره على الشاشه واحنا قاعدين بره حضرتك بقول لك لو انا سالتك سؤال او لو حضرتك بتتكلم لا تتكلم في اسرار تخص مجلس الاداره. انا عايز اقول لك حاجه. انت حضرتك كنت قاعد بره. مش يعني مش عهد النادي الاهلي. النادي الاهلي مش كده. لا حصل اختلافات كتير قبل كده. لا ما حصلتش كتير. لا طاهر ابو زيد ما اتكلمش. لا ما اتكلمش. اتكلم قال ايه؟ مصطفى يونس ما اتكلمش حتى لو مش مجلس اداره. هو كابتن مصطفى عمره ما كان عضو مجلس اداره. مش هو لازم يبقى مسؤول. عمره ما كان مش عضو شرط يكون مجلس اداره. انا بتكلم لا انا بتكلم على مجلس الاداره تحديدا. العصر ده خلاص يا جماعه انتهى. لا ما انتهاش يا كابتن. العصر ايد الحديد انتهى عندك يا كابتن او عند جمهور او عند يعني انا اسف يعني انتهى عندكم. صلوا على النبي. نطلع فاصل كده ونرجع تاني. كابتن اسلام معلش انت اسلام اشتغلت في فرق اما تشتغل مدرب غير اما تشتغل مجلس اداره. انت بتيجي قبل الانتخابات بتروح للناس يا اسلام انا اديك صوتي عشان انا بفكر برنامج 1 2 3 دخلته في الانتخابات مش او بالقايمه لعبته ده اعلى الاصوات عشان اسلام عشان برضه حسام بيتكلم في الكوره. حسام بس هو انت لو اخر دلوقتي حسام غالي ده من احب واقرب الناس لقلبي. بعد الفاصل مكملين معاكم.